السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا نور الدين، والنهارده هنتكلم عن مقاومة الانسولين. طيب ليه قررت النهارده اتكلم عن مقاومة الانسولين؟ لان تقريبا 40% من اللي عندنا في نور الدين كوتشنج عندهم مقاومة انسولين، اللي هم سنهم المفروض لا يتعدى ال 21 سنة. طيب نبدأ الحكاية من بعيد شوية ونعرف يعني ايه انسولين اصلا. الانسولين ده هرمون البنكرياس بيفرزه عشان يدخل السكر اللي موجود في الدم للخلايا بتاعة الجسم، يعني وظيفته شبه مفتاح. طيب مقاومة الانسولين دي بتحصل ازاي؟ نتيجة عاداتك الغلط اللي هنتكلم عنها كمان شوية. الخلايا ما بتقبلش ان الانسولين يدخل السكر ليها جواها، يعني ممكن نقول إن القفل اللي المفتاح بيفتحه باظ، ولو استمريت على عاداتك الغلط ساعتها بيتحول لسكر من النوع التاني لا قدر الله. طيب ازاي نعرف إن عندنا مقاومة أنسولين؟ بص، كل اللي هقولك عليه ده مش حاجة أساسية. الأساس والإثبات عندنا الحقيقي إنك تعمل تحاليل. غير كده دي كلها حاجات مبدئية، تشخيص مبدئي خالص بيقولك إنك يعني ممكن يكون عندك. اول حاجه واهم حاجه ودي اكتر حاجه بتقيس عليها هي الويست تو هيب ريشيو. يعني ايه الويست تو هيب ريشيو؟ اللي هو محيط البطن لمحيط الوسط، اللي هو محيط من عند السرة بتقسمه على اعرض منطقه في الحوض بس. فلو انت ولد الرقم ده طلع معاك اكتر من 91%، فاعرف ان كده ساعتها ممكن يكون عندك مقاومة انسولين. طيب لو انت بنت، لو اعلى من 86%. تاني حاجة وهي انك على طول نفسك في حاجات مسكرة، دي مش حاجة برضه اساسية. تالت حاجة وهي اسمها رقبة، وساعات في مراحل متقدمة بيظهر زوائد جلدية على الجسم. رابع حاجة ودي حاجة برضه بتوضح لنا كتير قوي، انك بعد اي وجبة فيها كارب عالي شوية او فيها كارب عامة بتلاقي نفسك دايخ، مش فايق، عاوز تنام كده، يعني عندك خمول رهيب. طيب هل مقاومة الانسولين بتيجي للناس الزايدة في الوزن بس؟ لا، مقاومة الانسولين بتيجي للناس الرفيعة كمان، لان في بعض الناس رفيعة نتيجة ان حركتهم قليلة ومجهودهم البدني قليل بيبقى عندهم دهون حشوية ودهون على الكبد وهكذا، يعني دهون جوه الجسم نفسه مش بتبقى باينة قدامك. الدهون دي ممكن تعمل له مقاومة انسولين. طيب ازاي نحل المشكلة دي؟ عندنا 3 حاجات اساسية نحل بهم المشكلة دي. اول حاجة هي التغذية. بص، فكك من اللي يقولك امشي على كيتو دايت، احنا محتاجين الكرب عشان نعيش. فكك من اللي يقولك امشي على صيام متقطع. اي نوع دايت غير الدايت البالانس العادي خالص مش هتقدر تمشي عليه لفترات طويلة. بص، اي دايت ما تقدرش تمشي عليه اكتر من اسبوعين فهو مش دايت. شفت الموضوع سهل ازاي؟ اي دايت ما تقدرش تمشي عليه اكتر من اسبوعين فهو مش دايت، نقطة. احنا محتاجين نعمل ايه في اكلنا؟ محتاجين نعمل كام حاجة بسيط كده. اول حاجة انك تحسب سعراتك صح، وتقلل منهم حوالي 500 سعرة. ممكن تستخدم أداة حاسبة السعرات اللي موجودة على الويب سايت، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الوصف. هيقول لك أنت محتاج تاكل كام كالوري في اليوم. طيب إحنا عرفنا محتاجين ناكل كام كالوري في اليوم. الأكل نفسه هنعمل فيه إيه؟ بص، أنا كنت متكلم عن الدايت قبل كده في فيديو فات، هتلاقي اللينك بتاعه فوق هنا أو اللينك بتاعه فوق هنا لو عايز تتعمق في الموضوع أكتر. بس إحنا محتاجين نعمل كام حاجة كده بسيطة. إحنا هناخد الكالوريز دي ونعمل بيها إيه؟ هناخد الكالوريز دي ونقسمها على مدار يومنا، على مدار وجباتنا، على الأقل 4 وجبات. يعني ده أقل حاجة 4 ل5 وجبات عشان ما نرفعش الأنسولين في كل وجبة جامد. هل بس كده؟ لأ، احنا محتاجين نعتمد على مصادر كارب لو جلايسيميك اندكس. يعني ايه لو جلايسيميك اندكس؟ يعني وجبات تكون الكارب فيها معقد. ببساطة أي حاجة مسكرة أو فيها طعم سكر ما فيهاش سكر دايت فهي هاي جلايسيميك اندكس. وبالنسبة للسكر الدايت بلاش نستخدمه في الأول، ممكن نستخدمه في الآخر بعد فترة من الدايت نبدأ نستخدمه، لكن في الأول ممكن يعمل معانا شوية نتائج عكسية. ليه؟ حوار طويل ممكن نتكلم عنه في فيديو تاني. طيب
قلنا كده ان احنا هنحسب سعراتنا، هناكل اكل لو جلايسيميك اندكس، هنقسم وجباتنا على مدار اليوم. ايه تاني ممكن؟ يعني لو انت حابب تاخد فيتامينز، تاخد مغنيسيوم وكروميوم، بيساعدوا شويه، بس لازم تكون انت اصلا بتاكل كويس. يعني انت لو مبوظ اكلك وبتاخد مغنيسيوم وكروميوم وحد يقول لك اتفضل احلى مغنيسيوم وكروميوم كبسوله هتدعي لي عليها، مفيش الكلام ده. لازم تكون ظابط اكلك، ظابط تمرينك، ظابط نومك، ظابط كل حاجه. طيب، تاني حاجه نتكلم عنها هي التمرين. التمرين ببساطه هتتمرن حديد بشده عاليه، وهتتمرن كارديو بشده حلوه، مش عاليه لا حلوه بس. بلاش نروح ناحيه الهيد كارديو، خلينا مشي خفيف، 40 دقيقه مشي خفيف، حاجات جميله ظريفه لطيفه كده. بلاش نروح لحاجات صعبه، عشان احنا لسه برضه في الاول وبالنسبه لنا الموضوع لسه جديد. ثالث حاجه وهي النوم 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 النوم، 5 مرات النوم. ليه بقى؟ لان انت لو مش بتنام كويس مش هتخس، لان الكورتيزول هيبقى في جسمك عالي، ساعتها الانسولين مش هيعرف يشوف شغله، فساعتها انت مش هتخس. شفت الموضوع سهل ازاي؟ وهتحبس ميه وممكن تزيد في الوزن. فانت محتاج تظبط نومك. والمغنيسيوم برضه اللي اتكلمنا عنه في موضوع التغذية ممكن يساعدك شوية انك تظبط نومك، تاخده قبل النوم. يبقى احنا كده اتكلمنا ان احنا نظبط اكلنا، وقلنا نظبط اكلنا ازاي، نظبط تماريننا وقلنا نظبط تماريننا ازاي، نظبط نومنا وقلنا نظبط نومنا ازاي. هيبقى فاضل ايه؟ هيبقى فاضل ان حضرتك تلتزم على الجدول اللي انت عملته. ليه؟ لان احنا قادرين دلوقتي نرجع. وقت ما يجيلك سكر من النوع التاني، ساعتها مش هتعرف ترجع، ساعتها هتضطر غصب عنك تظبط اكلك، تظبط تمرينك، تظبط نومك، لان مش هيبقى قدامك حل تاني. فكده نكون وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا. لو حابب تاخد نظام دايت مخصوص عشانك، نظام تمرين مخصوص عشانك، تحسين اللايف ستايل بتاع يومك عامه، هتلاقي لينك الاونلاين كوتشنج في الديسكربشن. ما تنساش بقى تعمل لايك وفولو شويه الحبشتكنات دي، لان دي تقريبا 5 مرات صور فيها الفيديو ده، كل ما يحصل مشكله وصلت للحته دي ان الفيديو يقول جزر. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.